الجواهري تدعوني أن أحيي كادر المتقدم لعمل المسرحي والسينمائي والإذاعي الذي كان يدغدغ مشاعر الكوادر الفقيرة، من أبرزها العمال والفلاحين، حينما كانوا يتوسطون مسارح العراق كافة في جميع قرى ونواحي العراق من خلال المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالوسط الفلاحي، فكان على رأسهم الأخ العزيز حسين البصري وعبد الجليل علي وسمير دهش. كانوا هؤلاء عباقرة كبار استطاعوا أن يثقفوا خاصة الطبقة الفلاحية بما دور الطبقة الفلاحية في عملية بناء كوادر متقدمة تعي مهامها المستقبلية، فكان لهم حقيقة الدور الكبير في هذا الجانب، وأنا أحييهم جميعا. وأستطيع أن أقول وأنا مسؤول عن كلامي كانت لهم القدرة الكبيرة في التحرك على جميع مفاصل العمل الفلاحي في جميع المناطق في العراق، شمال جنوب وسط. وهذه العملية التي اتخذوها على عاتقهم كانت تصطدم في عملية توفير المستلزمات الأساسية من أجل تفعيل هذا الدور، وكان الجانب الآخر لا يعي لهذه المهام، وكانوا ينحتون من الصخر، وكانوا قد دربوا الكوادر، كوادر كتابية وكوادر ناس أميين معظمهم، لكن جليل علي وحسين البصري وسمير دهش استطاعوا أن يخلقوا منهم كوادر متقدمة تعمل من أجل إيصال المعلومة التي تهم الطبقة الفلاحية التي كانت تعاني الويل من الظلم والطبقية. فلهم منا التحية والتقدير، وشكرا لهذا الملتقى الابن الوليد لهذا الاتحاد المناضل، واستطاع هذا الملتقى أن يحقق الجميع ما يتمناه المثقف العراقي، وخاصة في مجالات الإذاعة والتلفزيون ومختلف الاختصاصات. فتحية وتقدير إلى هذا الملتقى وإلى المبدع الكبير دكتور صالح صعن، وإلى اتحادنا المناضل التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا. شكرا.